السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وصفات ربة بيت. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة ويلقاكم هذا الفيديو سالمين غانمين ومهنيين يا رب. وصفتنا لنهار اليوم هي معمول بحشوة الكاوكاو. وصفة بسيطة سهلة، ولكنها أكثر من رائعة، تذوب في الفم يعني، خاصة العجينة. أنا متأكدة كي تجربوا هذه الوصفة راح تعتمدوها. نبدا بسم الله على بركه الله بالطريقه والمقادير. اول حاجه انا عندي هنايا 250 غرام مارغرين طريه تكون بدرجه حراره الغرفه. نزيدوا عليها كاس سكر ناعم. سعه الكاس انا اللي استعملت هنا هي 240 مليلتر. نغربلوا هذاك السكر طبعا لانه كما نعرفوا السكر ناعم دير فيه تكتلات، باش هذيك التكتلات نفسخوها بالطريقه هذه. نغربل هذاك السكر ونبدا بلا ما ننسى قرصه الملح. انا كنت ضفت في البدايه قرصه الملح المهمه، يعني في الحلويات تعدل النكهه، يعني ما تجيش الحلوه تاعنا صامته. يعني القرصه تاع الملح هذه كاين بزاف اللي يستهين بها، لكنها يعني تعدل في النكهات وتخرج النكهات تاع الحلوه تاعنا. نجي هنا بالضراب الكهربائي نضرب المكونات مليح حتى نتحصلوا على قوام كريمي. واللي ما عندهاش الضراب الكهربائي تقدر تستعمل يدها، تخلط هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تنسجم وتعطينا القوام الكريمي بالشكل هذا. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه. في المرحله هذه راح نضيف هنايا 4 صفار بيض. كنت فصلت الصفار عن البياض هنا في هذا الاناء، يكونوا طبعا بدرجه حراره ومثلا درجه حراره الغرفه. ضروري كي نجيو نخدموا الحلويات يكونوا المكونات كامل بدرجه حراره الغرفه. يعني اذا كانت عندكم حاجه في الثلاجه تجبدوها بليله قبل، ولا كما البيض ثاني كما البيض اقل حاجه نص ساعه، لكن المارغرين لازم تجبدوها بليله قبل. نضربوا المكونات مع بعضها حتى هذاك البياض يدخلنا مع المارغرين هذيك والسكر بالطريقه هذه. نبدا هنايا نضيف المكونات الجافه. راح نضيف كوب ونصف تاع النشا، هذا الكوب الاول. وسعه الكاس كما قلت لكم هي 240 مليلتر، يعني الكاس اللي تبداو به تكملوا به. الكوب الثاني هذا النصف فيه نصف، يعني كوب ونصف تاع نشا. نغربلهم هما ثاني. ملعقه صغيره مملوءه جيدا تاع فانيلا، وكيس خميرة الحلويات وزن 10 غرام. هذه المواد كاملة راح نغربلها مع بعضها البعض. جربوا هذه الحلوة واكيد راح تعجبكم. انا يعني ملي بديت نخدم في هذه الحلوة واللي سمعت ذاتها كي نحب ندير المعمول ندير هذه العجينه شوشه ما تامنوش كيفاه الهشاشه تاع الذوب في الفم ذوبان. وتقدروا يعني هذه الحشوه تاع يعني هذه العجينه تحشيوها بواش حبيتوا، بالمعجون، بالكاوكاو، حشوه الكاوكاو، بالكراميل، بالغرس. يعني تقدروا تعتمدوا تحشوها بواش ما كان وتجيكم هايله. راح ندرب هذيك المكونات مع بعضها البعض وما نبالغش هنا في الخلط. بمجرد ما هذيك النشا تختفي وتنسجم مع المكونات الاخرى راح نتوقفوا. بلا ما تنساوش، يعني اذا كان عجبكم الفيديو ما تنساونيش بالجام. كاين بزاف يعني يتفرجوا الفيديو ما يديروش الجام. يعني هذاك الجام هو اكبر حافز ليا باش يعني نزيد نهبط المزيد من الفيديوهات. هنا راح نتوقف على من الدراب راح نستعملو. نلم الجوانب تاع هذيك الاناء تاعي بلا سباتول ونبدا نضيف الفارينه بالتدريج. هنا راح نضيف الكوب الاول ودائما نغربلو الكاس، عفوا دائما نغربلو المواد الجافه الفارينه. هنا راح نستعمل يدي احسن، يعني باش هكذا نحس القوام تاع العجينه ونخلطها مليح. وكي نخلطو باليد ما نعجنوش غير بالاصابع فقط. الحلويات دائما ما نعجنوهاش هكذا باش ما نخرجوش ماده الجلوتين من الفارينه وتجينا الحلوه تاعنا يابسه. نخلطو بالاصابع فقط برك باش يعني نمزجوا هذيك الفارينه مع المكونات الاخرى. هذا ما كان. زيد نضيف الكوب الثاني. الحلوه هذه سريعه سهله وسريعه، يعني توجد لكم في وقفه
وبنينه، واكيد اللي راح ياكلها راح تعجبه. والحشوه اللي استعملتها تاع الكاوكاو يعني تجي طريه كما العجينه كما الحشوه طريه حتى للقلب. نزيد الكاس الثاني ونخلط كما قلت لكم دائما نخلطوا بالاصابع فقط ما نعجنوش برك باش هذيك الفارينه تنسجم مع المكونات الاخرى. وكما هنايا لو كان تحبوا يعني يعني كنصيحه الا كان حبيتوا تحشوها بالغرس، لازم يعني الغرس تاعكم طريوها مليح، لازم تجي طريه كيما العجينه، ماشي العجينه تجي هشوشه ودو في الفم والغرس تجي يابسه. على بالكم الغرس كي نزيدو ندخلوها الفرن راح تزيد تنشف، ديروا في بالكم طريوها باش كي تاكلوا الحلوه تاعكم يجي القوام تاع العجينه كيما القوام تاع الغرس تاعكم. هذه يعني كملاحظه اللي يحبوا يديروها بالغرس. هنا راح نزيد الكاس الثالث، انا درت تقريبا نص فيه كما عمرته ما درتوش كامل، ونخلط يعني القوام اللي راح نتحصلوا عليه عجينه طريه كيما عجينه الصابلي وما تكونش تلاصق في اليد. شوفوا هنا وتعرفوا العجينه تاعكم بلي بدات توصل القوام المطلوب كي تحسوها ولا تسلم في من الاناء، يعني ما تبقاش تلاصق في الجوانب تاع الاناء. وكي نتستيو العجينه يعني باش نعرفوها الا كان وصلنا القوام المطلوب ولا مازال، ما نتستيوهاش باليد اللي كنا نخلطوا به، تستيوها باليد اللي نظيف، هذاك هو اللي راح يعطينا القوام الصحيح. لانه اليد اللي خلطنا به يبقى دائما العجينه فيه تلاصق، يعني راح كما نقولها راح يخدعكم، تحسبوها نتيا مازال تلاصق مني وتبقاو تضيفوا الفرينه تنشف لكم العجينه نتاعكم. شوفوا هنا انا هنايا تقريبا وصلت للقوام المطلوب. شوفوا كيفاه العجينه ولات تلم لي مليح. شوف نتستيها هنا بيدي، هنا انا حسيتها مازالت شويه هكذا تلاصق في اليد، راح ندير لها رشه خفيفه تاع فرينه هذا مكان، ونزيد ندخلها فيها ونغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح ما بين نروح نوجد الحشو نتاعنا. شوفوا هنا واللي اول مره يشوف القناه ويعجبو المحتوى اللي راهي نحطو على القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل، هكذا توصلوا الاشعارات بالفيديوهات الجديده اللي نهبطوها على القناه. هنا كي نتستيها بيدي الاخر، شوف هنا بلات العجينه مليحه ما تلصقش في اليد. نغطيها غطيتها وخليتها ترتاح ونجي العجينه. انا هنا كنت نحس في روحي راني نصور مي بصح ما كيت لكم المقادير تاع الحشوه. هنا درت في هذا الاناء درت 2 كيسان تاع الكاوكاو محمص ومطحون بقشور ومطحون متوسط، وكاس غير ربع تاع الجلجلان محمص. بالكاس هذاك اللي كيلت به المواد الجافه في العجينه. يعني اللي كنت نحسب بلي راني نصور لكن لقيت روحي مانيش نصور الا وكنت ديجا حطيت المقادير وخلطتهم مع بعضهم البعض. هذيك المقادير الجلجلان والكاوكاو ونبدا نلم فيهم بالمعجون. نروحوا مع المعجون هذاك غير بشويه نحطوه يعني بالتدريج نحطوه بشويه ونخلط حتى نتحصلوا على عجينه يعني على حشو يجي يعني نقدروا نشكلوه. وايضا الحشو الثاني لازم نتستيوه باليد الاخرى باليد اللي ما كناش نخدموا بها، ونحطوا المعجون غير بشويه باش هكذا ما تجرالناش الحشو هذا ما يجرالناش. لازمنا نتحصلوا على حشوه يعني متماسكه. نبقى هكذا نضيف بالتدريج حتى نتحصل على القوام المطلوب. وهنا تقدروا ديروا تاني يعني تقدروا ديروا واش حبيتوا في الحشوه هذه. انا درت كاوكاو جلجله، تقدروا ديروا حلوه الترك مثلا ديروا نص كاس تاع جلجلان مع نص كاس تاع حلوه الترك مع 2 كيسان تاع الكاوكاو، يعني تقدروا تلعبوا بها كما تحبوا. شوفوا هنا كاين تاستيها باليد الاخر نلقاها باللي تتشكل لي العجينه في يدي. هنا راح نهبط هذاك الحشو اللي في يدي، نغسل يديا ونجي نبدا نشكل في الحشوه تاعنا كوريات صغار. انا هنا دهنت يديا بشويه تاع الزيت باش هكذا هذاك المعجون على بالكم يبقى يتلاصق في اليد باش تسهل عليا الخدمه. وباش يعني تكون الخدمه نظيفه راح نشكلوا هذو الكوريات كامل الحشوه هذا كامل هكذا جينا الخدمه نظيفه باش كيمسوا في العجينه ونمسوا ما نوسخوش يدنا بالحشو، نشكلوه هو الاول
ودرت الوزن تاعو 12 غرام، يعني تقدروا ديروا الوزن تاعو من 10 غرام حتى ل 12 غرام. والعجينه درت الوزن تاعها 25 غرام. هنا بعد ما شكلت الحشو تاعي كامل غطيته، نجي للعجينه تاعي ندير الوزن تاع العجينه 25 غرام، نحلها هكذا نديرها كره ونحلها في يدي بالطريقه هذه، ونحط الحشوه ونبدا نغلق على الحشوه كما راكم تشوفوا في الفيديو. شوفوا هنا نغلق عليها مليح، نديرها كره باش ترجع لنا يعني الوجه املس، ونجي نحطها نشكلها في الطابع تاع المعمول، يعني اي نوع طابع معمول عندكم تخدموا به. هنا انا ما راحش ندير الكيس بلاستيكي في الطابع تاع المعمول، راح نرشو بشويه تاع فرينه، كميه قليله تاع الفرينه باش هكذا ما تلصقليش العجينه فيه. والعجينه تاني نزيد ندير لها رش عليها يعني كميه قليله تاع الفرينه، وما تخافوش يعني هذيك الفرينه ما راحش تنشف لكم العجينه. ونديرو بيدي هكذا في الطابع بالطريقه هذه، نولي نخبط راح يتخرج بكل سهوله بالطريقه هذه. هذوك الخطوط تاع اللي في الطابع تاع المعمول راح يجيو واضحين. شوفوا هنايا كيف يجيو واضحين في العجينه، وكي يطيبوا ما يروحوناش. كي نديروا الكيس بلاستيكي هذاك ما يجيوناش ملاحين، ما يجيوش واضحين، وكي يطيبوا يزيدوا ينقصوا ما يجيوش اسم الشكل تاعهم ما يجيش واضح في الحبه، وما يكونش هذاك الشكل الجمالي اللي يمدوهم هذوك الخطوط. نزيدو ندير معاكم وحده، نجيب كره وزن 25 غرام، وتقدروا نتوما هنايا تشكلوا ثاني العجينه كرات كامل مع الحشو كرات وتبداو مباشره تخدموا. انا هنايا برك باش وريت لكم، ومن بعد وليت شكلتها كامل العجينه تاعي شكلتها كامل على كرات 25 غرام وبديت نخدم. انا هذه الكميه كامل اعطتني 25 عفوا اعطتني 40 حبه. كنت انا سخنت هنايا الفرن يسخن على 180 درجه مئويه، وندخلوا الحلوه هذه تاعنا الطيب. الطياب تاع هذه الحلوه كيما الصابلي، نشعلوا لها من تحت الطيب كي تاخذ اللون الذهبي يعني فاتح من تحتها، نزيدوا نشعلوا لها من فوق يعني 2 دقائق برك باش برك تصفر هذا مكان تقريبا ما يتبدلش اللون تاعها، ونخرجوها وما نمسوش فيها، نخليوها تبرد مليح باش نوليو نهزوها من الصينيه. راح تكون هشوشه وطريه بزاف، يعني ما كانت تحوسوا تهزوها سخونه قادره تفتت في يداكم. وهذه هي الكميه تاعي كامل بعد ما وجدت لي. شوفوا كيف هدات اللون الذهبي هذاك الصفوريه برك غير بالصفوريه طابت من فوق، واللون الذهبي خفيف من تحت بالطريقه هذه. نخليوها تبرد تماما، ومن بعد نجي تحطها هنايا في بلاطو. هاد طبعا ماشي هذه هي الكميه كامل، مازالت عندي كميه واحده اخرى قلت لكم عطاتني 40 حبه. وشوفوا الخطوط هذو كيفاش ما راحولناش وبقاو واضحين حتى بعد الطياب. لو كان يعني درنا بالكيس بلاستيكي يجيو الخطوط هذوك شويه ناقصين ما يبانوش مليح. نجيبوا السكر الناعم في صفايه هكذا، ونبداو نديروا رشه خفيفه على الوجه تاع الحبات نتاعنا. يعني هذه هو التزيين اللي معروفه به حلوه المعمول بالطريقه هذه. ومن بعد تشوفوها معي في طبق التقديم. هذه هي الحلوه تاعنا واجده يعني هايله مع قهوه حليب، ويعني بريزونطابل وما تحشمتش امام الضيوف. ومقاديرها يعني بسيطه بالنسبه يعني للغلاء اللي رانا فيه. يعني دروكا باش نقولوا حلوه بسيطه واقتصاديه، ما بقاتش كاينه حلوه اقتصاديه جاب لي ربي في الوقت هذا. يعني بصح بالنسبه للانواع الاخرى والغلاء اللي رانا فيه تعتبر يعني حلوه بسيطه واقتصاديه. نتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها وتعتمدوها باذن الله. شوفوا كي نقسم معكم الحبه الموسكيش يدخل بكل سهوله. وشوفوا هنا الحشوه لداخل كيفاه تبقى طريه، والقوام تاع الحشوه طري كيما القوام تاع العجينه. شوفوا كي نقص معكم كي نقطع بيدي معكم وتشوفوا القوام تاعها كيفاه يعني جات هايله وتحمر الوجه امام الضياف. يعني نتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم، والى عجبتكم ما تنسونيش بالجيم والبارطاج مع الاهل اللي تاعهم الفائده. شوفوا كي نديرها لكم بيدي كيفاه يعني طريه 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 لاقصى الحد. يعني اللي يحبوا الحلوه طريه وتذوب في الفم هذه اكيد راح تعجبكم.
نتمنى تكون الوصفة عجبتكم. ما تنساوش الجيم والبارطاج وتجربوها في العيد هذا لما لا. وإلى الملتقى في فيديو جديد، إن شاء الله. دمتم بخير، مع السلامة.